بسبب اللغه انت مضيع راسك. انا بغيت تفهم حاجه واحده، علاش الناس اللي كيعيشوا في فرنسا كيهضروا الفرنسيه مزيان، الناس اللي كيعيشوا في هولندا كيهضروا بالهولنديه مزيان، الناس اللي عايشين في المانيا كيهضروا بالالمانيه مزيان. علاش الناس اللي عايشين في اسبانيا بزاف ديال الناس كيعيشوا هنا في اسبانيا وما كيهضروش بالاسبانيه؟ كاين اللي ما كيهضرش كاع بسبب اللغه الاسبانيه والبلاد اللي انت كتعيش فيها. هاد اللغه اللي انت ما باغيش تعلمها هي السبب اللي مضيعك في كل شيء. مضيعك انك ما قادرش تدوز البيرمي حيت ما كتفهمش اسبانيا، مضيعك انك ما قادرش تدبر خدمات زوينين ما فيهمش تماره حيت ما عندكش اللغه الاسبانيه، مضيع لك بزاف ديال الفرص، الاداره، السبيطار، اي حاجه، اي مصلحه بغيت تقضيها. اللغه اللي ما عندكش هي السبب اللي خلاتك تضيع راسك بزاف ديال الامور. وعلاش كتسنى اخي ولا اختي؟ الفرصه جات قدامك تنمي يدك، احسن طريقه باش تعلم فيها اللغه الاسبانيه وانت اولا انت ما باغيش، اش كتسنى؟ الوريقات مزيانين مبروك عليك، ولكن اللغه راه مهمه، هي اللي تفتح لك الطريق وغتخدمك خدامي زوينين وغتقدر دوز البيرمي ديالك وراسك مرفوع، وغتقدر تمشي للاداره وراسك مرفوع، وتقدر دير بزاف د المصالح ديالك وراسك مرفوع مع حتى شي واحد. غير اللغه كنقدم لك احسن مدرسه كتعلم اللغه الاسبانيه، مدرسه لايف، اساتذه مغاربه كتهضر معاهم بالدارجه المغربيه، ما فهمتيش حاجه كتقول له خويا ما فهمتش كيشرح لك، يعني كاين التواصل بالدارجه وكتعلم اللغه اللي غتخدم بها، ماشي اللغه ديال المدرسه، اللغه اللي غتحتاجها في الحياه اليوميه ديالك. كيبقى احسن قرار انك تاخذه وانك دابا تواصل معهم في الواتساب ولا برك على الرابط الموقع ديالهم ودخل وتسجل. الموضوع راه ساهل، غير كليكي على الرابط كيطلب لك البيانات، انت كتسجل البيان ديالك كامله، سميتك، كليتك، العنوان ديالك، التليفون ديالك، مسائل كامله، هما اللي غيتواصلوا معك ويقول لك مرحبا ويشرحوا لك الخدمه كيفاش عامله ويخدموا معك ايطاب جمله بجمله كلمه بكلمه حتى تتعلم ان شاء الله. ما تبقاش ساكت وكتضيع راسك الفرص، كون بحالك بحال الناس اللي كاينه الفوق، ما تبقاش تقول انا ما كنعرفش تبقى مربع وما دير والو، راه هذيك ما دير والو هي تخرج عليك وتخليك ديما معذب. ما انت معلم شي خدمه مزيانه، ما انت كتخدم خدمه مريحه، ما انت قادر دوز بريمي، ما انت قادر تواصل مع الناس. عاد التواصل مع الناس راه مهم بزاف، اهم حاجه هي لغه التواصل. كدير علاقات، كدير صحاب، كدير فرص كلها كتجي منين؟ من التواصل. انت ما كتهضرش، كيفاش بغيتي بنادم يتواصل معك ويهضر معك ويجمع معك؟ انت ما كتهضرش، واخا تكون جالس في واحد المجلس فيه نصارى وانت جالس بحال هكا ما عندكش معارف، انت ما تدبرش راسك. هاد الزمان هذا بغى التواصل، بغى المعارف، الناس كتخسر فلوس باش كدير علاقات، انت ما قادر تخسر حتى 2 فرنكات باش تعلم لغه، راه ما يمكنش. تخسر شويه ديال الفلوس وتعلم اللغه، اساتذه مغاربه غادي يعلموك عن ظهر قلب، وغتعلم وغتفيد راسك وغتفيد المستقبل ديالك. مني تلاقى مع الناس غتلقى راسك قادر انك تواصل وتهضر ودير علاقات ودير صحاب ودير كونتاكت وتدبر خيفاش اللي كيعطيو خدمه مزيانين وتقدر دوز بيرمي وتقدر دير بزاف د الحوايج غير بسبب اللغه، غير بسبب اللغه. ما تبقاش مربع يدك وتقول غدا عام بدا ولا بعدو، بدا دابا ني تواصل معهم في واتساب ولا دخل الموقع، ما تضيعش الفرصه على راسك. بغينا كلشي يكون خدام خدامه نقيين، خدامي زوينين، معلم صنعه زوينه، يعني عنده بوست زوين جايب راسو. هادشي اللي بغينا نكونوا هكا، بغينا حنا نكونوا بصفه عامه جايبين راسنا في هاد اوروبا ولا في هاد اسبانيا في الدرجه الاولى. مدرسه لايف، تواصلوا معهم دابا، وتحياتي، بارطاجي الفيديو.